السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة عسل وتابل. اليوم راح تشوفوا معايا كيفية تحضير البقلاوة وكيفية تقطيعها بالتفصيل. شوفوا معي الفيديو الأخير. إلى عجبكم وحبيتوا تشجعوني خليوا لي أكبر عدد من اللايكات، بارطاجيوا الفيديو عبر مواقعكم الاجتماعية، شاركوا في القناة وما تنساوش فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد قناة عسل وتابل. نشوفوا معايا الطريقة والمكونات ونبدأ. بسم الله. اول حاجه نديروها وهي لاباط ولا العجينه تاع البقلاوه ولا الخدمه تاع البقلاوه، يعني العجينه والحشو راح نديروها بالكيلات. العجينه نديرو 4 كيلات فرينه وكيله زبده ولا سمن دايب، من الاحسن سمن لكن تقدروا تستعملوا زبده ثاني. نفس الكيله ديروا 4 فرينه والخامسه سمن ولا كيله سمن. نحط الملح والكبر يعني تاع الكيله تاعك، يعني اذا كان السني تاعك كبير ديري حاجه كبيره، ولا كان السني تاعك صغير يعني ديري غير بول صغير باه ديري به الكيله تاعك. هذه الزبده دايبه، انا خدمت لاباط بالزبده دايبه. وهنا نبدا نبسس الفرينه ولا يعني نخلطها حتى الفرينه كل تقيسها الزبده. وهنا نكون محضره كميه تاع ما زهر ولا ما ورد وشويه ما. نحركو مليح. انا نضيف كميه تاع الماء ورد، نتوما لكن حبيتوا ديروا ما زهر ديروا ما زهر، ونكملوا بالماء. العجينه تاعنا تاع اليوم تجي يعني حاكمه روحها، ما تجيش تلصق في اليدين. لاباط تاع البقلاوه كون تجيك طريه بزاف راح يعني تصعب لك الخدمه. تجي ماهيش يعني ماهيش جاريه، ما تلصقش في اليدين لكن طريه. شوفوا معي كيفاه. درك انا نلمها ودرك لازم نعجنوها كما يعني نقدروا نعجنوها بيدينا، كما نقدروا نعجنوها بالبيتران. ثاني بالبيتران تجي هايله. نعجنها مليح. حتى تولي ملسه. هذه هي لاباط تاعنا. بعد ما نعجنوها نقسموها يعني على قد الطبقات اللي رايحين نديرو في البقلاوه تاعنا. البقلاوه انا نعرفها يعني نديرو 4 طبقات من تحت و3 من الفوق، يعني درت 7 خبيزات نغطيهم ولازم تخليوها ترتاح باه يعني كي تحلوها تجيكم سهله. نرجعوا للحشوه اللي هي في الاصل لوز وجوز، وانتم يعني تحبوا ديروا المكسرات اللي تحبوا. المهم 3 كيلات تاع المكسرات. انا درت 2 كيلات لوز وكيله جوز، لكن كي ديروا 2 كيلات لوز وحده جوز يجيكم مليح. تقدروا تضيفوا الكاوكاو ولا حبيتوا، ونضيفوا لهم كيله سكر. كما قلت لكم يعني الحشوه اللي ديروها من الداخل ترجع حسب الامكانيات تاعكم. لكن حبيتوها ديروها يعني لوز وكاوكاو ولا كاوكاو برك كما تحبوا. هنا نضيف لها مبشور الليمون. وانا هادو هما برك الاشياء اللي نديرهم في الحشوه، يعني ما نضيف لا قرفه لا حاجه اخرى، نديرها غير بالزيست ولا بالقشور تاع الليمون. ونبداو نلمو فيها بشويه ما ورد. اكيد ماناش رايحين نكتروا، غير يعني نبلوها شويه باه تجينا الخدمه من بعد سهله. ولانه لازم يعني لاباط تاعنا ما تكونش ولا الحشوه تاعنا ما تكونش مبلوله بزاف، لانه كنت تبلوها بزاف هذا هو السبب اللي يخليها كي تقطعوها يعني وتطيبوها الحشو تاعكم يخرج على برا. بعد ما درت الحشوه تاعي نخليها ترتاح جانبا، ونبدا نحل في العجينه تاعي اللي تكون ديجا رتحت. اول حاجه السني اللي راح نخدموا فيه ندهنوه. وهنا نقول لكم من الاحسن استعملوا السمن، حبيتوا تستعملوا الزبده كما تحبوا، لكن يعني السني تاعكم الاحسن حلوا يعني كي تعودوا تحلوا في الورق تاعكم تاع العجينه، يعني ما بيناتها حطوا السمن يكون احسن. هنا نبدا نحل. انا اليوم حليت ثاني بالطريقه اللي كنا نحلوا بها بكري، يعني انا عمري ما درت البقلاوه بالماشينه اللي يحلوا بها لاباط، لكن
ممكن يعني كما قاعده نشوف ممكن تجي مليحه، انا ما نعرف لهاش. انا نحلها يعني كما هكا بالحلال، نحل ونرش غير شويه برك نشا، ما نحبش نكتر، نحط غير شويه باه ما تلصقليش، يعني باه نشا هذاك يمتص شويه هذيك الرطوبه اللي في لاباط، لكن ما نكترش. وكما قلت لكم لاباط تاعكم ما لازمش تكون جاريه بزاف وما لازمش تكون يابسه خلاص. المهم نتوما حلوها، يعني كل ما تكون رقيقه كل ما تكون النتيجه تاع البقلاوه تاعك احسن. والحاجه تاني الضروريه في البقلاوه انه الفرينه تاعك تكون من النوع المليح، يعني من النوع اللي كما نقولوا حنا فيها العلك اللي ما تتقطعش. هذه احسن يعني اول حاجه لازم تكون في البقلاوه تاعك. هذه هي لاباط، يعني بعد ما حليناها كما قلت لكم كل ما تكون رقيقه بزاف كل ما تكون احسن. وهنا بعد ما حطيت الطبقه الاولى ندهنوا مليح بالسمن دايب ولا بالزبده دايبه. يعني كي نقول لكم ادهنوا يعني ادهنوها مليح، لازم تكونوا يعني حطوا كميه كبيره كما راكم تشوفوا هنا. انا حليت الورقه الثانيه نزيد نحطها فوق الاولى ونزيد ندهنها مليح بالسمن دايب، ونبقى نكمل حتى نكمل 4 ورقات اللي نحطوهم من تحت. ديما اعدلي، وكي يديروا لك هذوك فقاعات الهواء تقدري تنحيهم بالكوردون. نزيدو ندهنوها مليح، يعني وهاد الدهن هذا اللي ندهنوه درك بالسمن هو اللي راح يخلي البقلاوه تاعنا تجي فويتي، يعني تجي كل ورقه وحدها. وكي تعود يعني العجينه مطروحه مليح يعني وتكون رقيقه تخرج لك البقلاوه مليحه. هنا بعد ما حطيت 4 طبقات تاع لاباط، الطبقه الرابعه ماناش رايحين ندهنوها لان رايحين نحطوا الحشو. نحط الحشو كما راكم تشوفوا، الحشو ماهوش يعني مبلول بزاف، نعدلوه في السني تاعنا، يعني ديروه في الجهات كل كما بعضاه. ونرجعوا لاباط تاعنا، بقاو لنا 3 ورقات نكملوهم. هذه الورقه الاولى، وكيف كيف نعدلو ونزيدو ندهنوها بالسمن دايب ولا بالزبده، كيف كيف ندهنوها يعني مليح. نزيدو الورقه الثانيه، تبقى لنا الورقه الثالثه. والورقه الثالثه هي يعني اللي راح تمد لنا المنظر للبقلاوه تاعنا. يعني حاولوا ديروها بعقلكم باه ما تقطع لكمش خلاص، لانه الورقات الاخرين حتى كون يتقطعوا لكم شويه مش يعني مشكل كبير، لكن الورقه الاخيره لازم تجيكم مليحه لانها هي الوجه تاع البقلاوه. انا بعد ما حطيتها نحي الجوانب نعدلهم شويه، ودرك نرجعوا للقصان. اول حاجه ديروها ان هو انكم يعني يكون السني تاعكم على بالكم به قداه القطر تاعو، لازمكم تقسموها على 4. وكي تقسموها على 4 تكون يعني في النص قد قد باه القصه تاعكم تجيكم مليحه. انا بعد ما قصيتها 4، وديما الموس تاعكم هبطوه لتحت باه تقصوا العجينه اللي من تحت ثاني. درك نبداو نخدموا بالربع. انا هنا ننصحكم يعني ما تقطعوهاش بكل مره واحده على 8، اخدمي بالربع باه تعرفي روحك واش قاعده ديري. بعد ما قسمتو على النص يعني الربع قسمتو على النص، هنا نولي نشوف غير مع النص هذاك، وندير من الجهه هذه من الجهه اللي منا والجهه الثانيه ندير خطوط موازيه ليه، يعني من الجهتين. انت تكيلي الحبه تاعك قد ما حابه ديريها وديري خطوط موازيه للخط اللي في النص على الجهتين من ومن. لكن حبيتي يعني ديري بحاجه باه تكوني متاكده بلي الخط تاعك يجي قد قد، خاصه يعني المبتدئات اللي يخافوا يعوجوا الخط، وهي صح يعني تعوج ماهيش سهله. ديري بحاجه، ديري بمسطره، ديري بكرتون يكون صغير ويكون نظيف اكيد، وقصي به باه يجيوك الخطوط ملاح. هنا كما شفتوا رانا درنا المرحله الاولى واللي هي
تقطعيهم موازيين للخط اللي في النصف تاع الربع تاعك. وعلى هذه قلت لكم يعني الارباع الاخرى خليوها كيما راها، ما تقسموهاش على النص باه من بعد ما تخلطوش تبقاو ديما على بالكم وين راكم تخدموا. بعد ما قطعتهم الكل درك نرجعوا للجهه الاخرى، نزيدوا نميزوا الحبات، وكيف كيف ديما شوفوا مع النص وديروا الكوتي هذا نقص له من، والكوتي الاخر ندير له العكس. وديما يعني ديروا الحبات تاعكم قبل ما تبداو تقطعوا ونقطعوهم. هنا نكونوا خلصنا الربع الاول، نزيدوا نرجعوا للربع الثاني نفس الشيء، نقسموه على نص، نديروا له الخطوط الموازيه. وهنا درك الخطوط الموازيه لازمك تعودي تشوفي مع الحبات اللي قدامها، يعني كل حبه تجي قد الاخرى. نزيدوا نديروا الخطوط اللي من الجهه الاخرى، وهي يعني صدقوني ماهيش معقده بزاف. هنا خلصنا النص، نزيدوا نديروا الربع الثالث. كما قلت لكم هنا تعودوا تقيسوا على الحبه اللي درناها ديجا في الربع الاخر وتكملوا. يعني لانه يعني احلى حاجه البقلاوه كي ديروها تقطع يعني بالشكل هذا، حتى ولو قادرين تقطعوها عادي يعني دي يعني مقرودات لكن بطريقه اخرى، الطريقه العاديه، لكن انصحكم ديروها هكا لانها مش معقده بزاف وطريقه سهله تاني كي تتبعوا. هذا هو الصني تاع البقلاوه تاعنا بعد ما خلصناه. هنا عندي اللوز، حطيت في كل حبه لوز تكون مقشره يعني كما كنا نديروها بكري، ونحطوا ندهنوها مليح بالسمن كما راكم تشوفوا، دهنوها مليح لانه هو ثاني راح يمد لها لون وذوق في الاخير. هنا بعد ما حطيتها في الفرن، الفرن يكون على درجه حراره متوسطه يعني 170 على الاكثر ولا اقل شويه من المتوسطه، وتخليها طيب. بعد ما طيب رايحين نسقيوها بالعسل. هنا العسل نقول لكم كيما تشريوه، ما يكونش خفيف يعني ما تخفوه بحتى حاجه، يكون ثقيل كيما تشريوه مباشره. هي سخونه العسل البارد وتبداو تسقيوها وتخليوها ترتاح حتى تشرب العسل هذاك. هذه هي البقلاوه تاعنا بعد ما خلصناها. الاشياء اللي ناكد لكم عليهم اخواتاتي في الوصفه تاع اليوم ولا في البقلاوه تاع اليوم هي النوع تاع الفرينه تاعكم. لازم يعني قبل ما ديروا البقلاوه تكونوا متاكدين باللي الفرينه يعني الفرينه اللي راح ديروا بها تكون فيها العلك، يعني حتى ولو تحليها خفيفه مش راح تقطع لك. الحاجه الثانيه اللي ناكد لكم عليها دهنوا يعني الورقات تاعكم بعد ما تحطوهم في البلاطو من الاحسن دهنوهم بالسمن، لانه الزبده فيها هذيك الكميه تاع الماء هذيك، وخاصه الا درتو سنيق كبير وراح يقعد لكم بزاف راح تفسد لكم شويه الكاليتي تاع البقلاوه تاعكم. لكن السمن بما انه دهن يعني ما فيه حتى كميه تاع الماء راح تبقى لكم البقلاوه تاعكم مقرمشه مده طويله. والحاجه الثالثه ثاني كل ما تكون لاباط تاعكم رقيقه كل ما النتيجه تاع البقلاوه تكون مليحه. ما تبلوش الحشوه تاعكم بزاف لانه راح تتعبكم في القصان والنتيجه تكون بزاف مش مليحه، الحشوه راح تخرج لكم على برا. ودرك نقول لكم هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، هذه هي الطريقه تاعنا تاع اليوم. نتمنى يا ربي تنال اعجابكم. الى عجبتكم خليوا لي لايك وشاركوا في القناه. سلام.